الله عليكم. شوفوا على شنو توحمت، على شنو يقعون هنا. مروان جاب لي حلويات، مو حلويات، بقلاوه. بقلاوه. هذا الباكيت يوحي بقلاوه، يوحي لكم بس هو بقلاوه ويا هاي تخيلوا خبزه وبقلاوه. راح تقولون هاي شنو؟ هاي كفته هنا بتركيا تنباع اللي هي من البرغل، طبعا بدون لحم. هنا ما يسووها بدون لحم، يعني يعجنوها باللحم نهائيا ويخلون اياها. هذا الباكيت خلينا بيه خس، وهذا صوصه وليمونه، وهذا خبز اللواش الناعم كلش. طبعا بريناد نفس الشيء، هم مروان الله عليه يجيب لي من الكفته، فكلش احبها، كلش احبها. وما ادري ليش من اصلا حامله اظل الح يعني. لا هاي والليمون، هاي والليمون. خليها كلها. مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وبصحه وبعافيه. اليوم راح اشوفكم وراي فد شغله خلا ضمها. عم نشوفوا اليوم راح اشوفكم البدله مال عرسي. طبعا جبتها من اربيل، كانت يم خاله، بس اني ناسيه وين كنت خاله، لانه من طلعت من البيت واحنا تفرقنا. تغمضين. قلت له شنو جايب لي هدوم، لان اني اشتريت. كان يقول لي لا ما جايبك هدوم، جايب شغله حلوه. المهم دخل وكان شايل البدله، كلش كنت فرحانه، واستغربت انه هو جايب لي البدله مال العرس. فكان شعور كلش حلو انه جايب ليها هو من هنا من تركيا. فلبستها وكنت كلش فرحانه بيها وكلش عجبتني. طبعا القاط مال مروان موجود عندي، ضمته. بس انا بدي اشوفكم البدله مالتي مال العرس. كلش حبيت انه يفاجئني بهيجي شغله كلش حلوه. طبعا سعرها هاي تقريبا ب$1000 من تركيا. سعرها اخذ بوقتها ب$1000. شكلها كلش حلو بوقتها، يعني جوز هسه نازلات موديلات كلش حلوات، اكيد نازله موديلات حلوه، بس كانت هي كشيء انه شيء مو مطروق، شيء كلش نازك.
بشكل يعني حتى من اللي لبستها كانت ناسكة فوق ما تتصورون، بشكل يعني ما بيها شغل هواية، ما بيها هوسة، ما بيها الوان، يعني هاي احنا نسميها شو اسمه البلك والخرز والشغلات، شكلها كلش نازك. هاي خوب كلها بدون شغل نهائيا للاخير، وشكلها كان كلش حلو. طبعا كان لبستها هساني قدامكم بس راح يطلع المنظر كلش مضحك الصراحة، لأن ربطة شكل ووردانات، هي حالاتها انه بدون ردين وشغلات وهذه. فهاي حبيت اشاركها وياكم، حبيت اشوفكم اياها. هسه حروح اني احضر الاكل. طبعا راح اسوي ستيك مال صدر دجاج، راح استخدم وياه الكورن فليكس. راح اشارككم اياه. طبعا انا بكل فيديو اشارككم بلقطات كلش تكون سريعة حتى ما يكون ممل الطبخ او تطولون من الطبخ، بس حابة اشارككم شغلات اني اجربها وتطلع كلش طيبة. شنو شو مسوي؟ طبعا ذاك اليوم ردت اشوفكم مروان شنو سوى هنا بغرفتي. تذكرون كانت هنا الحاسبة مالته فشالها ومرجع لي الغراض هنا، مرجع اغراضي يعني خلى الميز بالبلكونه على مود الضوء مال الشمس، عمود من اصور يطلع التصوير كلش حلو. فالمهم شوف ايش سوى، رجع لي اغراض. هاي انا قلب الصوره لان صورتي يعني مروان فعمود التصوير. رجع لي اياها ومرتب لي الغرفه، كل شيء مبقي لي كله مسوي زين. شريت اقول بالله ها الميز مالته مال الحاسبه وداه بالبلكونه بدال صار ميزيت. خال الحاسبه مالته هنا بالبلكونه وساد البردات عامل الشمس، حاط غراضه هنا ما اعرف شو مسوي له، حاط العاب لانه عمود ما اسمع هاي مال الكيبورد، هاي اسمعوها. وتخيلوا انتم نايمين واحد يمكم هيك يسوي، مو ازعاج. خلصنا. راح احضر العشاء بسيط وسريع وسهل وبكل بساطه. شويه باذنجان قليت بباكيته، وراح اخذ الصدر مال هاي الدجاج، راح اسوي ستيك مال اصابع بالكورن فليكس. طبعا عندي هنا كورن فليكس هذا، راح اطحنه. هذا راح اطحنه وراح اخلي وياه طحين وبيض واقليه بالزيت. هنا بيضة خليت لها ملح وفلفل اسود، وهنا عندي الطحين خليت له بهارات مال كنتاكي وخليت كمون وملح. وهنا عندي الكورن فليكس شويه طحنته هيجي طحنه بسيطه بالايد وخليته، خليت عليه بس ملح لانه ذني كلهم بيهم بهارات وكل شيء يعني. راح اخذ الدجاج هنا خليه بالبيض بعدين بالطحين، بعدين ارجع للبيض، بعدين بالكورن فليكس. كملت الستيك والبوتيتا. هسه راح اسوي الباذنجان. هذا اللبن اللي جبته من اربيل قلتوا لي وين خلصتيه؟ بعدين ما خلصته، بعد عندي 4 مدري 5 هسه.
نام هذا طايح حفلة. يلا امشي تعال نام. حتنامين؟ يلا نامي. الساعة بيش تريد تنام انت؟ اتمنى يوميا ما انام. ليش تظل قاعد؟ لو اخلو ماكو بصيحوني. انتي نونو سوي بوسة. هاي دومك مبطوحة ما ادري شو تسوي. يلا قولهم تصبحون على خير اثنيناتكم. ريناد قولي تصبحون على خير. باي باي. بس باي باي. تصبح على خير. على بوتيتا مسلوقة. مسلوقة مو مقلاية غير. يلا تصبحون على خير ناموا. انا بروح انام. باي باي ريناد. باي باي.